السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القصيدة نسوقها جاها باسم قبيلة الموالي بعدما سمعنا قصايد متناحرة من قبيلة شمر وقبيلة العقيدات على نية التهدئة والصلح وأدى الفتنة. البارحة بالليل ماني سعيدي، خضيت بحر القول وحصلت قيفان، وانطيع القاف الشموس العنيدي، ولضمته اللضم الجواهر ومرجان، ومن عقبها يا ناظمين القصيدة تريثوا والكل منكم كحيلان، وكل من تكن من العشاير عقيدي نرفع لهم بيرق على الراس برمان، هفل ونجرس أهل باس شديدي، والدندل وجراح للقوم طحان، وحي الله شعيطات زقم العنيدي اللي حداهم ينحر الجيش حفيان، ومن ديرة الموصل لحد الصعيدي، وشبه الجزير نعمها لحد لبنان، وشمر ذياب البر تقض الحديدي، حريبهم عده على نار بركان، تهام الهوادي وبخوذه يزيدي، ونعمين جزار الباعر مع الضان، ونصايهم يحصل على ما يريدي، يا ما وهبته من شلايه وقطعان، زال الخلاف وصار عصر جديد، وشمر والعقيدات أهل وخلان، وسايق عليكم جاه رب العبيدي، الواحد القهار خلاق الإنسان، اللي يسوق الغيث ويا الرعيدي، ويروي به الخبرات والدو عطشان، وينبت به الخضراف فوق الجريدي، ويظهر بها من ورد كندس وريحان، ومن ثم جاها من عيال الرشيد رجال الموالي بيرق الحرب فرسان، وينبت بها الخضراف فوق الجريدي، ويظهر بها من ورد كندس وريحان، ومن ثم جاها من عيال الرشيد رجال الموالي بيرق الحرب فرسان، ونعمين والله من جناب الهويدي اللي مظلهب عن رفاقه بجنحان، يا ابو حسام خيك ولد الزبيدي ينزع فتيل الحرب يا شيخ ركان، وصلاة ربي على الذي بالوعيدي، يا رب سلم أمتي يقول شفقان، أحمد أبو الزهراء سيدك وسيدي شفيع خلق الله يوم الوعد حان. سفير الموالي 25/4/2019.